مرحبا فيكم بفيديو جديد. بما انه قرب العيد فساويت لكم فيديو العناية الكاملة بالجسم قبل العيد. بهذا الفيديو رح شارك معكم مجموعة من النصايح والممارسات الفعالة للعناية بالجسم والبشرة والشعر استعدادا للعيد بأفضل شكل ممكن. لهيك لا تنسوا تشتركوا بالقناة قبل ما نبدأ حتى تكبر عائلتنا، وبلا مقدمات طويلة خلونا نبدأ. طبعا أول شي رح نبدأ بماسكات الشعر، ولحبت لكم أفضل ماسكات لتنعيم وتطويل الشعر بوقت قصير. أول شي هو ماسك الزيوت الطبيعية. فيكي تمزجي زيت زيتون، زيت جوز الهند، زيت الخروع وزيت اللوز كله سوا وتدركي فروة راسك وشعرك بهاي الخليط. فيكي تتركيه لمدة 30 دقيقة أو حتى ساعة قبل غسله بالشامبو. الماسك الثاني هو ماسك العسل واللبن. فيكي تمزجي معلقة كبيرة من العسل مع معلقة كبيرة من اللبن وتحطي هذا الخليط على شعرك وتتركيه لمدة 20 أو 30 دقيقة قبل غسله. والماسك الثاني هو ماسك الأوليفيرا. فيك تستخدمي جل الأوليفيرا المستخرج من النبات نفسه على شعرك وتتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدين تغسليه بالشامبو. وهلأ رح ننتقل للبشرة، وهون لحط لكم طريقة لإزالة الهالات السوداء. وأول طريقة هي التبريد بالشاي الأخضر. فيك تحطي أكياس شاي أخضر مبللين بالماء البارد على عينك لمدة 10 أو 15 دقيقة، لأنه بيحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة واللي حتهدئ البشرة وتقلل الالتهابات. ماسك الزبادي والعسل. فيك تمزجي معلقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع معلقة صغيرة من العسل وتحطي الخليط حول عينك لمدة 15 أو 10 دقائق، بعدين تشطفيه بالماء الفاتر. وآخر شي هو استخدام البطاطا المقشرة. قشري بطاطا وقطعيها لشرايح رقيقة، بعدين بتحطيها على عينك لمدة 10 أو 15 دقيقة. وهلأ رح ننتقل لماسكات لتنعيم البشرة. أول ماسك هو ماسك العسل والأفوكادو. فيك تهرسي نص أفوكادو ناضج وبتمزجيه معلقة كبيرة من العسل، بتحطي الخليط على وشك وبتتركيه لمدة 15 أو 20 دقيقة، بعدين تشطفي الوش بالماء الفاتر. الماسك الثاني هو ماسك الزبادي والعسل. بتمزجي معلقة كبيرة من الزبادي مع معلقة صغيرة من العسل وبتحطي الخليط بالتساوي على وشك وبتتركيه لمدة 20 أو 15 دقيقة، بعدين تغسلي وشك بالمي الفاتر. والماسك الأخير هو ماسك الزبادي والخيار. بتخلطي نص خيارة مقشرة ومقطعة لقطع صغيرة مع معلقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، بتحطي الخليط على وشك وبتتركيه لمدة 20 أو 15 دقيقة، بعدين بتغسلي وشك بالماء الفاتر. وهلأ صار دور ماسكات لتنعيم الشفاه وترطيبه. أول ماسك هو ماسك السكر والعسل. بتمزجي معلقة صغيرة من السكر البني أو السكر الأبيض مع معلقة صغيرة من العسل الطبيعي، بتدلكي شفتك لمدة دقيقتين أو دقيقة، بعدين بتشطفي بالمي الفاتر. الماسك الثاني هو ماسك زيت الزيتون والسكر. بتمزجي معلقة صغيرة من زيت الزيتون مع معلقة صغيرة من السكر الأبيض، بتحطيها على شفتك وبتحركيها لمدة دقيقتين أو دقيقة كمان، بعدين بتشطفيها بالمي الفاتر. وماسك زيت جوز الهند والسكر. بتمزجي كمان معلقة صغيرة من زيت جوز الهند مع معلقة صغيرة من السكر الأبيض، بتحطي هذا الخليط على شفتك وبتتركيه لنفس الوقت دقيقتين أو دقيقة، بعدين بتشطفيه بالمي الفاتر. طبقي هاي الماسكات بانتظام ورح تلاحظي الفرق بين نعومة شفتك بعد استخدامها بشكل مستمر. وهلأ لحط لكم ماسكات لتقوية وتطويل إضافي. أول ماسك هو ماسك زيت زيتون وعصير ليمون. هذا الماسك رهيب وأنا مجربته. أول شي بتخلطي مقدار متساوي من زيت الزيتون مع عصير الليمون. فيك تحطي معلقة زيت زيتون ومعلقة عصير ليمون، تحطي أظافيرك فيهم لمدة 10 أو 15 دقيقة، بعدين تشطفي الأظافر بالمي الفاتر وبتنشفيها بلطف. فيك تستخدمي هذا الماسك مرتين بالأسبوع. وبس أخيرا وصلنا لنهاية الفيديو. هاد كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا وتستفادوا من الماسكات. لا تنسوا تكتبوا النتائج تحت بالتعليقات، وطبعا لا تنسوا إذا كنتوا جداد تشتركوا بالقناة وتكتبوا لي تعليق لطيف يشجعني حتى أكمل. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.